السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم انا دينا من قناة كيدز كورنر وفيديو جديد. فيديو النهاردة عن الانشطة المدرسية. هوريكم لوحتين بصراحة عاجبيني بطريقة مش طبيعية، بجد شكلهم تحفة جدا. مش عايزة اسلمهم والله، ومأخرة تسليمهم على اصحابهم يعني عشان اصوره لكم. الفكرة يعني مش عارفة هي موجودة كتير، بس حاسة ان هي بتاعنا مختلفة شوية وشكلها حلو بصراحة، وبذلت فيها مجهود وكده، فحبيت ان انا اوريها لكم. دي النتيجة بتاع الفصل، دي اول لوحة معانا او اول نشاط معانا. دي النتيجة بتاع الفصل. دي شهور السنة. اسمه ايه ده؟ سوري معلش. دي ايام الشهر من 1 لحد 31. عملتها شكل خلية النحل كده. هي اللوحة كلها عن النحل يعني، وخلية النحل والعسل والمحيط ده يعني. فانا عملت الارقام، انا اللي عاملاها على فكرة، وانا اللي كاتباها على برنامج تعديل يعني وكده، فكتبتها كده. على فكرة هي بارزة. هشيل التليفون دلوقتي من على الستاند وهوريكم شكلها عامل ازاي يعني. ودي ايام الاسبوع، ودي شهور السنة الميلادية. طبعا اللوحة بالعربي. عملت هنا رسمة، كل ده طبعا طباعة الوان. رسمة البتاع بتاع النحل دي من هنا، وهنا برضو حطيت النحلة واسماء اللي بنات المشتركين في النشاط. الفكرة بقى ان هو بدل ما مثلا نعمل علامة بالقلم او نحط حاجة مثلا نلزق سكوتش ويبان، ويعني هو المفروض، مش عارفة اوصلها لكم ازاي، بس هو مثلا سبت حد 2 3 4 خميس وهكذا. المفروض بنحط هنا مثلا قطعة سكوتش مثلا في كل واحدة. والنهاردة مثلا السبت بنروح حاطين عليها علامة كده، وليكن نحلة ولا حاجة. الحد يبقى نشيله من هنا نحطه هنا، الاتنين نشيله من هنا نحطه هنا. فالفكرة ان هيبقى فيه اسكوتش او حاجة معلمة هنا. انا ما حبيتش اعمل الفكرة دي، انا حبيت اعمل حاجة مختلفة عشان ما بوصي الشكل في النهائي يعني. فعملت الفكرة بتاع النحلة المتحركة دي. وليكن النهاردة السبت هنحط النحلة هنا، ان هي بتشاور على يوم السبت او واقفة عند السبت. النهاردة الاربع مثلا هنحطها هنا، وهكذا اهي عن قريب اهي. هي الفكرة ان هي محطوطة في مشبك، ودي طباعة، وطبعا سندها بفوم علشان يبقى متينة يعني، وتستحمل الحركة وتعيش معانا وكده. نفس الموضوع عاملاها في شهور السنة برضو، والنحلة اهي والملزوقة في المشبك. ايام الشهر طبعا هي محطوطة في النص، فمش هينفع دي على الطرف، فبمسك من الطرف من هنا. طب دي هنعمل ايه؟ خليتها بارزة شوية، عالية عن اللوحة شوية اهي. مش عارفة واضحة لكم ولا لأ، علشان يبقى في مجال ان انا احط المشبك واشيله. طبعا المشبك ده هيبقى كبير وهياخدها وتميل يعني. مثلا هنجرب قدامكم كده اهو، بصوا اتعوجت ازاي، مش حلوة، مش معجبتنيش بصراحة. فروحت عاملة المشبك الصغنون ده، عجبني قوي بصراحة، شكله تحفة. ولزقت عليه الشكل بس شكل اصغر شوية، بحيث ان يبقى فيه فرق ما بين ايام الاسبوع والشهور والايام اللي هي اللي بالارقام. وليكن النهارده 16، النهارده 22 في الشهر مثلا. هنقف على كل يوم بالطريقه دي. بس هي دي الفكره. طبعا متثبته على نصبيان. هشيل بس التليفون عشان اوريكم هي بارزه ازاي. خليكم معايا. طبعا عامله لها ستان عشان نعلقها منها، بس انا لازقاها بالشمع علشان اعرف اصور بس. اهي عن قريب اهي، شايفين؟ بصوا الارقام عاليه ازاي، مثبتها على حاجه عاليه اهي اهي.
عشان تدي مجال وتدي شكل في الاخر. هي المفروض تبان كده او زي ما انتوا شايفين كده اهي. فبصراحة شكلها تحفة، عجباني جدا النحلة عن قريب. بس هي دي الفكرة. وعاملاها على فوم سادة علشان البرونز مع الارقام والحاجات الكتير دي هيبقى هيصة وزحمة كده، فعاملاها على فوم سادة ومثبتها على نصبيان عشان يديها متانة وتعيش معانا زي ما قلت لكم طول السنة في الفصل، او ممكن نعملها لاولادنا في البيت عادي كنتيجة. ممكن نصغر حجمها شوية، بلاش فرخ، نخليها على نص فرخ. بس كده هي دي الفكرة. خليكم معايا بقى اوريكم الفكرة التانية او النشاط التاني. ده النشاط التاني او اللوحة التانية. هي نشاط عن اسماء الاشارة بطريقة برضو مختلفة شوية. الفكرة عن الجو بتاع البومة بقى والحاجات دي. عملت الاسم في الاول كده، انا اللي عاملة التعديلات دي برضو. الاسم اللي هو اسماء الاشارة العنوان، وحطيت جنبهم شكل البومة ده واسم صاحبة النشاط وكده. الفكرة التانية ان انا عملت البوم ده بالفوم البرونز، والخلفية طبعا زي ما انتوا شايفين سادة، وعملت عليها بقى هذا وهذه وهذان وهاتان وكده اللي هو على شكل دايرة. وعملت الاسماء بتاع بنت لوحدها، ولد، ولدين، بنتين، مجموعة بنات، مجموعة اولاد، وهكذا. وخدت الفكرة بتاعة الساعة ان هو مثلا بنت اهي، العقرب الكبير بيشاور عليها، فالعقرب الصغيرة هيروح لهذه. طيب هذان، العقرب الكبير هيروح على هذان. فين الصورة المناسبة بتاعها؟ هذان يبقى للمثنى المذكر اهو. طب هاتان، ادي هاتان هيبقى للمثنى المؤنث، بيشاور عليها. فدي الفكرة بس، يعني ان هي يبقى منه لوحة شكلها حلو تتعلق في الفصل وناخد عليها درجات النشاط طبعا، وان هي تبقى تفاعلية، الاولاد يشتغلوا عليها ويتدربوا عليها وكده. وفي نفس الوقت ممكن نعملها لاولادنا على لوحة صغيرة او كراسة صغيرة ولا حاجة. الفكرة دي اللي هي فكرة الساعة، ان تسأليهم ويجاوبوكي ويحلوا معاكي وتبقى حاجة تفاعلية بس كده. يعني مش هطول عليكم اكتر من كده. وطبعا برضو مثبتاها على النصبيان وعاملين لها علقة ستان. دول الفكرتين بتوع النهارده، يا رب يكونوا عجبوكم. لو في حاجه معينه عايزينها اكتبولي في الكومنتات وانا هحاول انزلها لكم لو اتطلبت مني. ما تنسوش بقى تقولي رايكم في الكومنتات. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعلوا الجرس على كل عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.